صانع المحتوى الأردني جو حطاب يفضح الجزائر ويوضح سبب حذف الفيديو، وقال أن كل شيء في الجزائر من المغرب. والمؤرخ المغربي نور الدين بالحداد يرد على حمير ويوضح ها فين كانوا المغاربة وها فين كانوا الكراغلة، دق والسكات. كذلك غادي نشوفوا صانع محتوى مصري ردة الفعل ديالو على أداء اللاعب المغربي عز الدين أوناحي. نخليكم على الفيديو مشاهدة ممتعة. طلعوا واخدينها بجدية بحال كيصنعوا الصواريخ، وحنا كنضحكم تحت الجام بشي دكة الطواريخ. كنا عارفين هاد البيف غيقيس ليكم المشي. أبيك تاخذني القصة من بدايتها لين نهايتها، أبي أفهمها منك أنت صراحة. والغريب أكثر إنه أنت بالمغرب بدك تسافر للجزائر، إنه عندك عوائل وهيك، عندك عائلة، أو العكس لازم تمر بدولة ثالثة ما في مباشر. مع إنه يعني هاي الحدود اللي سمعت إنه العائلات يعني كانوا يزوروا بعض، بعدين تسكرت الحدود وبطلوا يقدروا يزوروا بعض. الفيديو عفوي، قلت خلنا نزور الحدود. واحد من المغرب كأنه حكى تعيش الجزائر، تحيا الجزائر. بعدين الجزائر رد عليه قال له تحيا المغرب. كمان صار الموضوع سياسي، الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين، شو رأيكم بالحدود، شو رأيكم هاي الأكلات من وين. أنا هيك بسأل عادي. فأنا لما سألت واحد من اللي جاوبني قال لي إنه هاد إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا لا، إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب، هاي مش من المغرب، لا من الجزائر. ففي كمان قتال طلع بينهم على ثقافة. أنت ما كنت تدري؟ أنا ما كنت أدري، أو كان عندي فكرة إنه أوكي هم السبب الخلافات هاي خارجية يعني، بس أنا ما كنت أعرف إنه الموضوع معقد لهالدرجة. يعني أنا لما عملت الفيديو صورته وعدلته بعته للجزائريين وبعته للمغاربة، الشباب اللي كانوا معي كلهم بعت لهم الفيديو اللي حولك. نعم. وفي واحد صانع محتوى مشهور جدا يعني بالجزائر، يعني شاف الفيديو وأعطاني الموافقة عليه. الفيديو ما عليه ولا إشي، يعني فيديو حبي هيك، واحد جاي من برا يفرج الثقافة. بس هذا الفيديو أول ما نزل خلال 3 ساعات، مع أنه أجا عليه دعم كثير، وصل بجو 700,000، وصل 70,000 لايك ب7 ساعات 3 ساعات 3 ساعات عفوا. وعلى طول الفيديو راح على تويتر، صار على تويتر إنه سياسي، وصاروا اللي معي بالفيديو انضروا. أنا ليش حذفته لأنه اللي معي بالفيديو انضروا، صاروا يحكوا معي. إحنا طلعنا بالفيديو والضيوف اللي كانوا معي بالفيديو صاروا ينضروا، أجتهم أذية. فما كانوا متحملين العنف اللي صاير على التويتر بالذات. اضطريت أحذفه عشان الناس اللي معي يعني ما ينأذوا يعني. بس وصل BBC أنا قاعد أشوف سرجت أنا ولا موجود على أنت أول مرة تمر في موقف نفس هذا؟ يعني دائما تسوي فيديوهات تنتشر في اليوتيوب، وثائقيات، الناس كلها تتابعك، اللي بينتقدك بأي حق موضوع الانتقادات ينتقد في حدود معينة. الحين صار الموضوع دول وثقافة وسياسي، وأنت أتوقع أول مرة تنحط في هذا الموقف، صح؟ يعني تقريبا بهالمستوى هذا أول مرة. مش عارف كيف أتصرف معاه. إيش صار باليوم هذا نفس أنت؟ لما نزلت الفيديو قعدت أشوف شو قاعد بصير. الكل بيحكي معي من الجزائر، الكل بيحكي معي، كل اللي كانوا معي. واحد بيقول لي احذف كل المحادثة بيني وبينك. الشعب الجزائري كثير حبوا الفيديو، الشعب المغربي كثير حب الفيديو، دعموني كثير على الفيديو. هو عادي شخص واحد هو اللي سوى الشرارة هذه؟ عادي إن شخص واحد كتب على تويتر شغله، يعني هو سياسي كثير بكتب على تويتر. إيه؟ وصار يهاجمني لدرجة إنه إحنا على الفيسبوك عملنا بان للجزائر إنها تحضر فيديوهاتنا من أول 2 ساعتين، لأنه كلهم راحوا على الفيسبوك. هو صار ينزل منشورات على الفيسبوك وعلى تويتر. فالفيسبوك عندي صار كله مسبات بطريقة عمري ما شفتها في حياتي، يعني قديش لي مسيرتي يعني. هذا وجه الناس كلهم علي لدرجة إنه عملنا بان للجزائر. الجزائريين ما بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، ما يقدروا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. راح هو كتب لهم بتويتر، قال لهم افتحوا نورد VPN، افتحوا VPN وادخلوا على الفيسبوك وسبوا. عام 1836 في كنا أسياد، كنا سبوعة، وانتم كنتوا قرودة وضبوعة. السلطان عين هذا الفقيه
في عام 1879 عباد الله قبل ما يجي الصبليون للصحراء، وقبل ما تاخذ فرنسا الساقيه الصحراء الشرقيه وتاخذ بلاد شنقيط. هاد الناس كانوا كيكتبوا التاريخ، ما كاينش مشكل ديال الصحراء، ما كاينش القروده ناعسين مع فرنسا ديك الساعه. فين كنا؟ واسمعني القرن. شوفوا الناس الفرنسيين اش كاتبين علينا، ها نوت سيغ افني واتباع عمران الشرفاء اللي رفضوا الجنسيه الاسبانيه اللي تعطاتهم في عام 1947. فين كنتو؟ واسمع القرن. ها الكتاب الاخر نوت سيغ لي تكنا، بغا سلوك يعرف الوثائق فين كنا. ها هي باش نوصل لكم دائما. الا كان نور الدين تيهضر بالعلم تنقول لكم بالحجه والبيان. محمد الخامس رفض يطعنكم ملي عرضت عليه فرنسا، قالت ليه بعد من القروده برك عليهم السلاح والمال، وكانوا كيجيو تيبايعوا يجيبوا سوليدين وتياخذوا الفلوس. سولوا التاريخ على بوضياف، على بن بله، على بو خروبه، على عباس مساعدي، ها سولوه التاريخ على الباخره ديال ديني اللي جات الناظور بالسلاح. الأمية في الرجال 90%، في النساء ما بين 95 و 97%. الأمية 90% في الرجال، في الرجال تماما 90%، لا عربية ولا فرنسية. الذين تعلموا القرآن يكتبون حروف العربية، ولكن 90% أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. أمال 10% فقط من الجزائريين هذا هم هؤلاء الأطفال الذي لاحق بعد أن بذلت فرنسا جهدا كبيرا. يعني فرنسا حرصت طوال الفترة الاستعمارية أن الشعب الجزائري يبقى جاهلا أميا لا يعرف لا حتى الفرنسية ولا العربية. حرصت الدولة الاستعمارية الفرنسية على شيئين: التجهيل والفرنسة. التجهيل لمجموع الشعب، والفرنسة لنخبة، لأنها تحتاج إلى كوادر في جميع الميادين. فهؤلاء هم القلة القليلة الذين تعلموا، والذين لا زالوا يحكمون فرنسا ربما الذين إلى اليوم. تعلموا. عز الدين أناحي ده كنز أهداه الله للمغاربة. أناحي بمثابة منتخب وحده. عز الدين أناحي لا يقارن، مع احترام لبقية اللاعبين. انظر إلى يعني تسديدته الرائعة، بسبوسة كنافة في المقص يا جماعة. ده حتى هدف أشرف حكيمي أناحي مساهم فيه بطريقة أجمل من إحراز الهدف. انظر إلى لمسته ويعني تصليحته للكرة كده لأشرف حكيمي عشان يلعبها. ده مش أي لاعب يعمل الكلام ده إلا إذا كان مولود بموهبة، بالفطرة كده عنده الموهبة دي. يعني لاعب كبير بسم الله ما شاء الله. يا ريت وليد الرجراجي لا يجلسه على دكة البدلاء مرة أخرى. أناحي منتخب لوحده، أناحي يلعب أساسي كل ماتش. أناحي يعني أنا مش عايز أحسد يا ابني، بس بسم الله ما شاء الله عليك. أنت يتعمل لك فيديو لوحدك، يتعمل لك حلقة لوحدك، يتعمل لك برنامج لوحدك، الكل يقعد يتحاكى ويتغنى فيك لأنك لاعب ما فيش منك اتنين. سولنا العود شمانيين قالوا لينا الكراغ لابورو، باقي كنصنعوا التاريخ ديما كتخلع كلمة شمار. شوفوا الهيبة